هل ينفع الزوجه تتضرب؟ ينفع، ماليش دعوه، ربنا اللي قال كده، فما حدش يناقشني في الموضوع ده. هو مش ربنا قال اضربوهن؟ ما تجيش بقى تقول لي لا اصل الست ما ينفعش تتضرب. انا لازم اضرب مراتي، امال هادبها ازاي لو غلطت؟ دي اراء بعض الشباب المسلمين واللي انا كنت واحد منهم. انا شايف ان الضرب حلال واتذكر في القران، ولو مراتي غلطت لازم ادبها واضربها. والصدمه اللي انا اكتشفتها ان انا لما بقول ربنا قال واضربوهن وببرر بالايه دي ضربي لزوجتي، انا بكذب على ربنا. تعالى بقى يا فيلسوف عصرك اشرح لك ربنا قال ايه. مبدئيا كده ربنا قال ايه؟ وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فاحنا هنا هناخد بكلام ربنا في الايات القرانيه وهناخد بكلام سيدنا محمد. حاجه اساسيه في الدين الاسلامي لازم تفهمها، الزوجه حرام تتضرب، واي حد بيستخدم الضرب تحت مسمى شرع ربنا فده ظلم وافتراء. النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي. فالمقصود بالاهل هنا هم الزوجه والاولاد. فاول اشاره من سيدنا محمد لينا هي ان احنا يبقى في رحمه وفي خير ما بيننا. وفي ايه في سوره النساء بتقول بسم الله الرحمن الرحيم وعاشروهن بالمعروف. وربنا قال في سوره البقره بسم الله الرحمن الرحيم ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. يعني ده امر مباشر من ربنا هو بعدم الاعتداء. طب حلو الكلام ده. طب بالنسبه بقى للايه اللي بتقول بسم الله الرحمن الرحيم واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. ايه بقى معنى الضرب اللي اتذكر ده؟ خلينا اوضحه لك. لازم كلنا نفهم ان كلمه ضرب اتذكرت في القران في اكتر من 10 مواضع، كلها ليها معاني غير الايذاء الجسدي. واضرب لهم مثلا، وهنا بمعنى ان ابين لك دليل او بينه او مثال. وفي ايه بتقول بسم الله الرحمن الرحيم اضرب بعصاك الحجر، والكلام ده كان موجه لسيدنا موسى، فاكيد عمر سيدنا موسى ما هيضرب بعصا الحجر كده. الضرب هنا جاي بمعنى اللمس. وايه تانية بتقول فاضرب لهم طريقا في البحر، يعني شق طريق. وهنا لو جمعت التشابه في كلمه اضرب هتلاقي اغلبها عباره عن فصل، زي فصل الاعناق، شق البحر، يعني يحصل فاصل كده في البحر. فاحد المعاني اللي اتفسرت بيها الايه واضربوهن كانت بمعنى الفصل، الانفصال عن اللي معاك. وفي ناس تاني فسرت وقالت ان الضرب ده فيما معناه اني انا المس من غير ما اذي. هدي لك مثال، انت قاعد مع ناس وابنك الصغير قاعد حواليك وعمال يعمل دوشه، فلما بتيجي تهذبه بتعمل إيه؟ بس يا ابني بس تعمل كده. الضرب مش مؤذي، ولكن ابنك بيستجيب ليك وبيخاف وبيقعد. وسيدنا محمد ادانا مثال بالضرب كان بالمسواك. عارف المسواك ابو 5 جنيه ده؟ كان بيعمل بيه كده. ودي الدلائل اللي قالها الدين على ان الست ما بتتضربش. في العرف بتاعنا وفي الاصول مفيش راجل بيضرب ست، يعني عمرك ما هتبقى في الشارع واحده تستفزك وتروح تضربها. اي راجل بيمد ايده على ست مش راجل. وفي 1000 طريقه للحل، ان هي تغلط وتلاقي نفسها بتتمسح بالهدوء كده وبالوعظ، اللي انت عملتيه غلط، ما ينفعش تعمليه، حرام، وتذكرها دايما بربنا وبغضب ربنا عليها في عدم طاعتك. كل ده وسيله تنجح. طب لو ده ما نجحش معاها، الهجره في الفراش. والمعنى في الهجره في الفراش هنا انك تديها ظهرك وانت نايم. دي كمان وسيله بتجيب جدا مع الستات وبتشكي منها. ولكن لو قررت انك تضرب فانت بتضرب بالمسواك، تضرب ضرب خفيف، ما ينفعش تتاذي منك، وانت يهمك تبقى راجل وهدفك في الموضوع ده كله انك تاخد حقك كراجل. فما ينفعش وانت بتاخد حقك كراجل تخسر رجولتك. سلام.